السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ هنعمل كده النهاردة مع بعض تورلي الخ... تورلي الخضار بالفراخ. يا ريت يعجبكم. هعمله بطريقة جميلة كده حلوة وسهلة ولذيذة مع بعض. طبعا دي الخضار اللي انا هعمله يا بنات، ممكن تحطوا اي نوع خضار تاني انت حباه. هنا كده البهارات وبطاطساية، وهنا الكوسة والجزر. الخضروات دي كنت مفرزاها يا بنات، فطلعت الكمية اللي انا هعمل بيها بس. والبسلة والبصل والثوم والطماطم ده انا عصراه يا بنات وحط عليها صلصة. هبدأ كده اول حاجة اسخن مقلعتين زيت. يلا يا بنات، يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل علشان كل ما انزل فيديو يجيلك اشعار بيه. واهلا وسهلا بحبايبي اللي نوروني وشرفوني، متحرمش منكم ابدا من دعمكم ليا يا رب العالمين. يلا يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده كده يا بنات عشان يترفع. هنا ده كده يا بنات انا عندي فرخة مقطعاها 4 ارباع بالشكل ده كده، وغسلتها كويس جدا. هرش عليها فلفل وملح كده من الجنبين الاول يا بنات قبل ما اشوحها. لازم اسخن الزيت الاول، عايزه الزيت يسخن جدا يا بنات معايا. بالشكل ده كده هنزل احمر الفراخ على الوجهين بالشكل ده كده يا بنات، زي ما انتم شايفين كده. يلا يا ريت تعملوا لايك يا بنات. الطور اللي ده جميل يا بنات، ممكن تعمليه باللحمه وبالفراخ، ممكن تعمليه بالكفته برضو نفس النظام ده بس تبقى بالكفته. عايزه اقول لكم ان هو كان خفيف وجميل جدا، وانا عملته اكتر من كام مره كان تحفه. الصراحه كنت مستغربه لان طبعا الخضار على بعضه وكده انا بعمل كل حاجه لوحدها، بس جرّبته كان جميل جدًا. عايزاكم تجرّبوه وتقولوا رأيكم فيه. كده أنا هانزل بالبصل. طبعًا البصل طبعًا ما أنتِ حابة تخرّطيه يا بنات. طبعًا ما باحبش البصل ممكن يفرمه ناعم في الكبة أو تخرّطيه بالشكل ده كده. أنا طبعًا باحب البصل والفراخ جدًا. بالشكل ده كده هاحمّرها، أدّي له تشويحة. بعد كده هانزل عليه بالتوم وأقلّب. كل أمّا أنزّل نوع من الخضار أدّي له تشويحة كده يا بنات معاه عشان يدّي له طعم كده ويبقى حلو معاكِ. دي كده يا بنات أكلة اقتصادية سهلة جدًا وبسيطة. يلا يا بنات يا ريت تدعموني كده وتعملوا لايك وتقولوا رأيكم. هانزل كده يا بنات بقى بالجزر، زي ما قلت لكم انا كنت مفرزه الخضار ده كله يا بنات طبعا عشان شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا ينعاد علينا كده بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. ده طبعا يا بنات طبق جميل ممكن تعمليه في العزومات، تعمليه في شهر رمضان الكريم ان شاء الله اللي داخل علينا ده كده باذن الله. وصفه سهله وبسيطه، ممكن تعمليها جنب رز ابيض كتغيير كده، بس عايزه اقول لكم انها تحفه جدا. وحتى كمان ما تستهلكش منك حاجه، كل حاجه في صينيه واحده وجميلة جدًا. هابدأ أنزل كده بالبهارات أدّي لها تشويحة مع الخضار بالشكل ده كده. يالّا يا بنات يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو، تعملوا اشتراك كده لو مش مشتركة يا قمر أنت وهي. بالشكل ده كده يا بنات هابدأ أنزل بقى بالفراخ أرصّها كده الأول بالشكل ده كده. يالّا يا بنات يا ريت تقولوا رأيكم كده في الفيديو. كل الفيديوهات اللي بانزّلها يا ريت تقولوا رأيكم كده وما اتحرمش منكم تعليقاتكم الجميلة جدًا. هانزل بقى أرص الفراخ بالشكل ده كده وأنزل عليها بالطماطم. يالّا يا قمرية اعملي لي لايك يالّا. يالّا حطّوا اللايك. يا ريت الفيديو يكون عجبكم يا رب العالمين. هانزل بقى بالطماطم بالشكل ده كده يا بنات. طبعًا لازم أخلّي الطماطم كده تغطي الفراخ بالشكل ده كده، عشان أدّي لها كده غلوتين معايا تغلي كده مع الخضار على البوتاجاز، وبعد كده أدخّلها الفرن تكمّل سِوَى، وأحمّر الوش طبعًا بعد ما يستوي خالص. هاورّيها لكم دلوقتي كانت تجنن يا بنات ورهيبة جدًا وروعة. يا ريت تجرّبوها سهلة جدًا وبسيطة بالشكل ده كده. وأنا كده بقى يا بنات حمّرتها في الفرن وطلّعتها بالشكل ده كده. عايزة أقول لكم إن كانت روعة وكان ريحتها تجنن وهي بتقلب وهي في الفرن برضه، كانت روعة جدًا. بقت بالشكل ده كده. عايزة أقول لك الصوص والخضار ده كان طعمه رهيب. عملت جنبها كده رز أبيض بالشكل ده كده. كان عنده شوربة عملت فيها لسان العصفور، كانت جميلة جدًا وروعة. يالّا يا بنات يا ريت تشجعوني كده وتدعموني دايمًا، ويا ريت الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت أكون عند حسن ظنكم. يالّا قوم جرّب الوصفة السهلة البسيطة ديّة، مش مكلفة خالص. مع السلامة، أشوفكم في فيديو جديد.